السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير صحة وعافية. الترايفل بلا منازع من ألذ أنواع الحلويات الصيفية، بارد وطيب وهيجي يرطب القلب بالصيف. طبعا همينة كلش مفيد لأنه الطبقات كلها بيها حليب ما عدا طبقة الجلي. فيعني كنا نعرف نسوي الترايفل بس يبقى القوام مالته مو الكل يضبطه، فاليوم راح نسويه بطريقة كلش سهلة وبسيطة وقوامه يجنن. فاليوم راح استخدم هاي الأكواب الأكريليك، قبل فترة اشتريتها من محل خاص بمستلزمات الكيك والحلويات، أسعارها جدا جدا مناسبة وهي همينة كلش حلوة. هاي الكاسات حتى همينة نقدر نستخدمها مرة ثانية. فهي يجي وياها كاسة طبعا بها عدة أحجام، أنا أخذت الحجم الصغير، وكاسة يجي وياها قبغ. فهسه راح أغسلها وأنشفها كل زين. بعدها نبدي نحضر الحلى. بالبداية راح أطحن بسكت، عندي نوعين من البسكت، اللي يكون بنكهة الكاكاو والبسكت اللي يكون بنكهة الفانيلا. طحنتهم طحنة متوسط، يعني لا ناعم ولا خشن، هالشكل مثل ما تشوفون. وإذا تريدون تحطون الطبقة الأولى تكون كيك همينة براحتكم، بعد أطيب يصير، بس للسرعة أنا استخدمت البسكت. هو راح يتشرب النكهة مع الطبقة الأولى وراح يصير طري وكلش حلو. فهسه وزعت البسكت بالكاسات. راح نبدي نشتغل بالطبقة الأولى، عبارة عن 6 أكواب من المي. هنا بالحلى أنا استخدمت الأكواب القياسية. إذا ما متوفر عندكم أكواب قياسية تقدرون تستخدمون قلاصة جبن أو قلاصة شاي، أي قلاص متوفر عندكم، بس كل المكونات يعني نستخدم بيها نفس الكوب، يعني بس حتى القوام مع الحلى يطلع عندنا مضبوط. فهنا استخدمت 6 أكواب من المي، ضفت عليهم كوب كامل من الحليب الباودر، كوب كامل شكر، وكوب كامل من الكاستر باودر الكاستر. فخلطت على البارد أول مرة حتى أذوب كل المكونات. من بدأ الخليط يطلع عندي فقاعات بهذا الشكل، ضفت علبة قشطة من الحجم الصغير. وهسه تشوفون القشطة شنو راح تسوي شغل، راح تسوي قوام الحلى كريمي وجنن، وما راح يجمد نهائيا، بس بنفس الوقت راح ينطيها تماسك، يعني كل طبقة بطبقتها. وهسه نقول بسم الله ونبدي نوزع الحلى بالكاسات. أخلي كمية معقولة لأن أنا بعد عندي طبقتين أريد أخليها فوقها. فوزعت الحلى هسه بكل الكاسات، صارت عندي طبقتين حلوات بهذا الشكل. أما بالنسبة للكمية فبنات أنا دا أسوي كميات قليلة لأن دا أسوي هواي حلويات هالأيام. فإذا مسوين ثواب تريدون توزعون كميات أكبر فراح أكتب لكم مقادير مال كميات أكبر بصندوق الوصف، يعني حتى يطلع عندكم قوامه مضبوط. بس هي كفكرة للتوزيع كلش حلوة. أهم شي من نسوي شغلة ونريد نوزعها نسوي فالشغلة تكون طيبة، ونتأكد إنه الناس راح تاكلها وما راح تنرمي. فجربوا هيك أنواع من التوزيعات تكون طيبة وشكلها حلو والكل راح ياكلها ويحبها وثوابها وصل يا ربي. فهسه بين ما بردت الطبقة الأولى حضرت الطبقة الثانية. الطبقة الثانية راح نسوي طبقة المحلبي بالفانيلا، بس راح أسويها شوية أثقل، يعني حتى لين راح أحط فوقها طبقة جلي، حتى الجلي ليخترق طبقة المحلبي راح شوية نسويها ثقيلة. عبارة عن 4 أكواب من المي، عليهم نص كوب من الشكر ونص كوب نشا، خلطتهم على البارد. بعدين ضفت عليهم فانيلا سائلة أو باودر حسب اللي متوفر، وعلبة قشطة من الحجم الصغير. على نار متوسطة الحرارة، مش مو النار عالية لأنه النشا بسرعة تكتل. على كيفنا نخلط إلى أن يصير هالشكل قوامه كريمي وحلو. شوفوا هنا شغل القشطة شون حلو سوت القوام. وهسه راح نصب طبقة المحلبي فوق طبقة الكاسة. طبعا كنت رايدة أسوي همينة فوقها طبقة كاكاو محلبي بنكهة الكاكاو، بس الكاسات كان حجمها ما يساعد إنه أسوي بعد أكثر طبقات. بس إذا كنتوا رايدين تسوون طبقة محلبي بنكهة الكاكاو فنفس هاي الطبقة البيضة، بس الفرق إنه نضيف لها شوية كاكاو باودر مر. وإذا شفتوا القوام مالتها شوية ثقيلة نخففه بالمي. شوفوا هنا أنا هاي الطبقة سويتها ثقيلة حتى تلزم بسرعة وتكون يعني أتأكد إنه الجلي ما راح يخترقها وينزل لي جوا. فصار شكل الطبقات كلش حلو. هسه نبدي نسوي الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الجلي. طبعا إذا عندكم موز كيوي أي نوع فاكهة تفاح تقدرون تضيفون همينة بين الطبقات.
أنا ما راح أخلي فواكه، مجرد إنه راح أكتفي بطبقات المحلبي وها هي. هسه نجي نشتغل بالطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الجلي. عندي 4 أكواب من المي المغلي، بس بدأ يغلي عندي المي خلاص. هسه شوفوا أنا طفيت جوا النار. بعد ما طفيت النار ضفت باكيتين من الجلي بنكهة الفراولة. إذا عندكم غير نكهة، نكهة تفاح أو مشمش أو أي نوع من نكهات الجلي المتعددة تقدرون تستخدمون، بس هو عادة ويا الكاستر والمحلبي جلي الفراولة يكون شكله ولونه أحلى. حتى بالنسبة للطعم فجلي الفراولة هو أطيب نوع. فهسه دا أخلط أني شوي شوي إلى أن أذوب كل حبات الجلي إلى أن يصير عندي سائل وما بي أي حبيبات. بعد ما ذاب تماما ويا المي بديت شوي شوي أصبه فوق الطبقة الأولى. طبعا بعدها كلش حار، ما انتظرت عليه يبرد لأن خفت ليكتل. وهذه أحسن طريقة وأحسن مقادير حتى نسوي بيها جيلي متماسك وبنفس الوقت يبرد عندنا بسرعة. أنا بصراحة ما خففه بالماء، أكو ناس يعني يسووه بالماء الحار بعدين يخففوه بالماء البارد حتى يقدرون يصبوه فوق الحلويات. أنا لا، أصبه هو بحار رأسا، بس أسوي الطبقة اللي جوا ثخينة بس أسوي الطبقة الجوا تكون ثخينة وعازلة، وتبقى هيك كل الطبقات حلوة ومحافظة على شكلها. هسه راح أتركه يبرد، يصير عندي بحرارة الغرفة. فبعد ما يبرد يصير عندي بحرارة الغرفة راح أخليه بالثلاجة. كل ما تركناه يبرد كل ما صار الجيلي قوامه بعد أحلى، يعني 3 ساعات 4 ساعات، أو تريدون تسووه قبل بيوم تخلوه بالثلاجة وثاني يوم تقدموه بعد أحسن يصير. هنا بعد ما برد الجلي وتماسك، طبعا خليته بالثلاجة تقريبا 3 ساعات. هسه بديت أغطيه بالقبغ مال كاسات، وهذا هو شكله. شوفوا لي شلون الطبقات متماسكة وحلوة، وأهم شي تكون طبقة الجلي عندنا هالشكل قطعة كاملة. إن شاء الله تكونون حبيتوا فيديو اليوم واستفادت من عنده. إذا حبيتوا يا ريت تسوون لايك للفيديو واشتركوا بالقناة، وإن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي بألف خير وصحة وعافية. مع السلامة.